السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة ترند لاين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ترند. الصراع بين الديك الفرنسي ماركون وبين النتن صاحب الكيان المشؤوم. ماركون قال تصريح جامد جدا، رد عليه النتن رد بايخ جدا. تعالوا نشوف التصريح ونرجع نحلله. الخبر بيقول النتن يهاجم ماركون بسبب غزة. ركز ماركون قال ايه وتعالوا نشوف ونحلل كلمة كلمة بعد ما نقرا التصريح. منع نتنياهو ادخال المساعدات الى غزة امر مغجل. بعد سنة و7 شهور ماركون عرف الامر ده. ويجب الضغط على تل ابيب لوقف المأساة الانسانية المروعة في القطاع، لذلك فإن مسألة إعادة النظر في اتفاقية الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب مطروح للنقاش. عارف يعني ايه يا نتن؟ الاتحاد الأوروبي كله بما فيه فرنسا، ماركون بيقول لهم لازم نناقش الأمر تاني عشان نضغط على النتن إن هو يوقف هذا ما يحدث في غزة. تعال نشوف رد النتن عليه قال ايه. النتن بيقول ماركون اختار مرة أخرى، ركز بقى في الكلمة اللي جاية دي، الوقوف إلى جانب تنظيم إرهابي إسلامي. سمعتها قبل كده من مين؟ من بعض الإعلاميين برضو عندنا هنا في مصر زي إبراهيم عيسى. تنظيم إرهابي إسلامي قاتل. وتردد دعاياه الكاذبة، هو بيتردد دعاياه الكاذبة ضد تل أبيب، يعني المسكينة دي حاجة كده كيوت، يعني ما بتضربش غير بس إيه، بترمي بلالين على الناس بتوع غزة، بترمي شوية بونبوني، ما بترميش كواريخ خالص يعني. التي تخوض حاليا معركة بقاء. تخيل هم اللي يقودوا معركة البقاء على عدة جهات أو جبهات في إعقاب المجازر التي ارتكبتها حماس في أكتوبر. طبعا بقولها حماس باللغة العبرية، حماس التي ارتكبتها حماس في أكتوبر 2023. سؤالنا هنا بقى، هو ماركون كان نايم بقاله سنة و7 شهور ولسه صاحي دلوقتي على المأساة التي تحدث في غزة، ولا هو الأمر بقى محرج للغاية لكل قادة أوروبا وأمريكا حتى قادة المريخ؟ كل الدول دلوقتي الأوروبية وغير الأوروبية والأسيوية عرفت ويقنت، حتى شعوبها، حتى يا راجل بعض اليهود في تل أبيب عرفوا إن الأمر أفور قوي، إن أنا حاصر شباب وأطفال ونساء، قصف ودمار وجوع. وفي الآخر يطلع النتن يرد رد والله ما يرده عيل في ابتدائي، ده ما يردش حتى جنين لو نطق في المهد، إنه يقول لك إن أنا بحارب مقاتلين إسلاميين إرهابيين. طب مين اللي بيحارب؟ أنت اللي بتيجي تضربني، لما أجي أرد عليك يبقى أنا اللي بقى إزاي يا غبي؟ يعني انت اللي بتعادي عليا بالسلاح وبترمي عليا صواريخ وبتقتل اطفال وبتقتل نساء، ولما اجي انا اقول كخ حبيبي واجي اضربك تقول احنا علينا ارهابيين. ومن 2023 بقالك سنه و7 شهور بتقول نفس الاسطوانه. هضرب امثله بسيطه جدا للجنود بتوعك انت، سواء كانوا بنات او صبيان. جنديه كان كل فكرها او كل عقيدتها الدينيه اللي خدتها عندكم ما كانتش بتحارب بالسلاح. واسمع الفيديو من البنت دي وعندكم كانت بتحارب بجسمها، وكان كل هدفها وان هي في الاسر ان هي تعرف توقع جندي من جنود المقاومه عشان تعرف منه بعض المعلومات. يعني ده دليل ان هي كانت واقعه في الاسر بمزاجها، وعارفه ان الناس دي ما بتقتلش ستات حبيبي، عارفه قوي ان الناس دي عمرها ما تيجي على حرمه، عشان مش انت اللي بتقعد تضرب صواريخ وتقتل اكتر حاجه الستات والاطفال. البنت دي قالت ايه في التصريحات بتاعتها بعد ما خرجت من الاسر؟ قالت انا كنت بعامل جندي من الجنود دول كاني بعامل طوبه، كنت اغريه اكلمه صوت كويس عشان خاطر ينخ ولا اي حاجه، عايز اطلع منه باي كلمه اي معلومه. مفيش اكتر من سنه بتحاول معاه ما تعرفش، يحط لها الاكل ويمشي، يجي جندي تاني يحط لها الاكل ويمشي. حاولت مع كذا واحد، قالت ما طلعتش منهم حتى بنظره، لدرجه كانت بتكشف بعض جسمها ليهم عشان خاطر تغريهم وكانهم بتحرك طوبه. المشهد ده بيفكرني بمشهد من الصحابه زمان ايام سيدنا عمر بن الخطاب، لما قائد الروم دخل واحده عاريه
على احد الصحابه وقالت لهم ماذا ادخلتموني على حجر ام بشر؟ ليه؟ لان عنده عزه في دينه. مش هنقول ان احنا كلنا كده، اكيد ممكن حد فينا يقع، ولكن شوف ان هم مش بيفكروا اصلا في اي حاجه غير مصير دينهم اولا ومصير دولتهم. فهي نتن لما ده كلام واحده جنديه ما كانت من جنودك مش بتحارب بالسلاح، بتحارب بحاجه تانية عشان تطلع بمعلومه هتسيب شرفها لواحد مسلم عشان خاطر معلومه تروح تقولها لك بعد ما يفك اسرها، لان انت عارف ان هي عمرهم ما الاصل، انت اللي قتلهم بسلاحك. شفنا الاسير الامريكي اللي لسه خارج من كام يوم، اسكندر، اللي يحمل جنسيه اسرائيليه وجنسيه امريكيه، لما خرج شوف شكله كان عامل ازاي. شوف شكل الاسير الفلسطيني اللي كان خارج من عندكم كان عامل ازاي. قارن كده الصورتين بين بعض هتعرف مين الارهابي. ما تقولش كلام الناس كلها شايفه عكسه حتى اللي منك. الجنود بتوعك، وفيلم جميل جدا على قناه الجزيره 360 يا ريت كلنا نتفرج عليه، ان هم خلاص بيتعالجوا عند مرضى نفسيين من اللي انت وقعتهم فيه. اكيد المشاهد اللي هم بيشوفوها، اكيد الحروب اللي بيشوفوها، اكيد الذرع اللي انت عملته فيهم من المقاومه، ان هم طبعا بيدافعوا عن ارضهم، ومنك انت شخصيا ان انت بتجبرهم. شفنا الجندي اللي انت امرت بحبسه 5 ايام عشان مش عايز يحارب. شفنا الجنود اللي عملوا تقريرات ان هم عايزين مش يحاربوا، كفايه حرب بقى. هنشوف التصريحات اللي قالوها بعض رجال الدوله الصهيونيه سواء من معارضين او مؤيدين ليه او في النظام السابق بيقولوا ايه. اول تصريح من التصريحات لقائد شعبة العمليات السابق في الجيش اليهودي، بيقول يا حبيبي نتنياهو يقودنا لحرب بلا نهاية بسبب أزمته السياسية، والكيان تحول من ذخر إلى عبء على الولايات المتحدة. عرفوا الدليل خلاص اهو. وقد يزحزح الرئيس ترامب من طريقه، كما أنه تضيع فرصة لإنهاء الصراع مع العرب وإنشاء تحالف إقليمي، ومن غير المستبعد أن يفرض ترامب على إسرائيل إنهاء الحرب أو إعلان دولة فلسطينية. هنا ده قائد إسرائيلي، قائد يهودي بيقول الكلام ده، إن ترامب هيفرض على أمريكا كفاية بقى، يا إما توقفوا الحرب يا إما نعلن دولة فلسطينية. فين؟ ده واحد يهودي بيقول الكلام، واحنا اصلا مش مع ده ولا مع ده. الخبر الثاني، القناه 12، الجيش تلقى تعليمات بوقف اطلاق النار بغزه بدءا من الساعه 12 لتمكن من استعاده الجندي اسكندر او الاسكندر. يعني ترامب كلم الكيان الصهيوني اوقفوا الحرب دلوقتي عشان خاطر اخد الاسير بتاعي، ووقفوا. كل الكلام ده موجه لمين؟ للنتن، قناه اسرائيليه وفي نفس الوقت قائد لشعبة جيش الاحتلال. تصريح بقى لترامب نفسه بعد سنه و7 شهور، يا عيني صحي من النوم وقال التصريح دوت: امل ان تنتهي الحرب الوحشيه في غزه. تخيل بعد سنه و7 شهور، اكيد برضه خاطر ايه؟ قلنا برضه في حلقه قطر وحلقه الشرع ليه بيقول الكلام ده ترامب دلوقتي. النتن بقى عشان خاطر يجر ناعم مع ترامب بيقول: سمعت في وسائل الإعلام أننا وترامب على وشك الانفصال، لكن السفير الأمريكي ضحى ذلك. يعني قال له الكلام ده مش حقيقي. ده الرد بقى يا نتن من ناسك ومن ترامب نفسه، إن بيقول لك كفاية بقى. وفي برضه تصريح تاني بيقول إن النتن بيعمل كده عشان خاطر الانتخابات الجاية. طب أنت عايز تقنعني إن في حد من شعبك اللي هو أصلا دلوقتي بقى مش طايقك او من اهل الاسرى هينتخبوك تاني عشان خاطر انتخابات تقضي على شعب وتحاصره في مجاعه؟ طب يا راجل حارب اللي بيحاربك، حارب المقاومه وش لوش، خليك في ان انت بتحاربهم، سيبك من ضرب المستشفيات والمدارس والخيم اللي هم اصلا قاعدين كده كده في الحر والبرد. ليه يبقى حر نار اللي هو النار اللي احنا فيها دلوقتي والجو الحر اللي احنا فيه، وكمان نار منقضه من صواريخك؟ الطفل الصغير ده في يوم من الايام ده حتى لو مسك نبله يا راجل مش هيعرف يضربك بيها. المرأة المعيلة دي اللي قاعدة مع عيالها اللي ماتوا كلهم قدام عينيها، ذنبها ايه؟ انا عارف ان انت مالكش ملة ولا دين ولا عقيدة، وكل عقيدتكم جاية من التلمود المحرف اصلا للتوراة المحرفة، وده قلتوها في تصريحاتكم. وعملوا للأسف لسه برضو خبر نازل ان هم اليهود المتشددين دخلوا ساحة بيت المقدس في فلسطين وعملوا تعاليم التلمودية داخل الحرم. تخيل ان هم عملوا الكلام ده داخل الحرم المقدس الاقصى على مسمع ومرأة من العالم كله، ومحدش قال لهم بتعملوا ايه. تخيل لو مسلمين هم اللي دخلوا معبد يهودي في اي مكان وعملوا الكلام ده، او دخلوا اي دار كنيسه، هيتقال لهم ايه؟ متشددين وإرهابيين
وخونه ومش محترمين دور العباده وي وي وي. ينفع دلوقتي العالم الغربي وعالم عباد البقر يقولوا ان ما يحدث من هؤلاء هو اعتداء على المقدسات الاسلاميه؟ والله سنصلي يوما داخل هذا المسجد، والله قريبا واني اراه قريبا. قال الله تعالى: ان موعدهم الصبح اليس الصبح ببعيد. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم ترند على قناه ترند لاين. كان معكم مازن يسري، في امان الله.